تعال اقولك ازاي تتعلم سواقة العربيات الاوتوماتيك من الصفر. اول خطوة معايا اول ما اركب العربية ادوس فرامل، ده هيفهمني ان انا قاعد قريب او بعيد، ولو انا حسيت ان انا رجلي متنية بالشكل ده يبقى انا محتاج ارجع بالكرسي لورا شوية. لما اجي استخدم فرامل ما ينفعش اشيل رجلي كلها ما بين البنزين والفرامل، ده هيوجع اعصاب رجلي وهيتعبني جدا. فالصح ان انا اخلي كعب رجلي قصاد الفرامل وانقل بوش رجلي بس. عشان اعرف استخدم فرامل وبنزين صح ما ينفعش اضغط ببطن رجلي، لازم اضغط بوش رجلي بس. لو مسكت الدركسيون بالشكل ده وحسيت ان دراعك مفروض فده هيصعب عليك لفة الدركسيون. بحط المكان ده في نص الدركسيون وبقرب ظهر الكرسي ليا. لما اجي امسك الدركسيون بالشكل الصح هحس ان انا كوعي متني شوية، وده هيخليني الف بأريحية اكتر. تاني خطوة هنظبط المراية بتاعتي، ولو المراية بالشكل ده فطبعا هي مش مظبوطة. لازم يظهر من المراية جسم العربية عشان تقدر تفرق المسافة اللي بينك وبين العربيات اللي حواليك. جسم العربية بيظهر في المراية حوالي تلت المراية، وبيكون التلتين للشارع. لو شفت العربية ظاهرة معاك لحد 50% من حجم المراية يبقى طبعا ده غلط. وآخر حاجة نلبس الحزام بتاعنا. يبقى 3 حاجات هعملهم أول ما أركب العربية: هظبط قعدتي وبظبط المراية وبعدين بلبس الحزام بتاعي. دلوقتي هنتعلم ازاي نشغل العربية بتاعتنا. أول حاجة عشان تعرف تشغل العربية لازم تتأكد إنك واقف بالفتيس على حرف البي، وبعدين بتدوس فرامل وتبدأ تدوس ستارت، هتلاقي العربية اشتغلت معاك بسهولة أوي. هنتعلم اوبشن مهم جدا جوه العربية زي الإشارات. الدراع دايما بيكون على الشمال، ولو انت استخدمته لتحت هيبدأ يديك إشارة شمال، ولو رجعت في النص هيفصل معاك، ولو خدت إشارة لفوق هيديك إشارة يمين. وده بيفهم الشخص اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك إن انت هتروح في أنهي اتجاه، لأن بيديله إضاءة من وراه زي كده. ونفس الدراع ده بتقدر تتحكم في إضاءة العربية. لو انت ماشي بالليل تقدر تشغل الإضاءة بتلف البكرة بالشكل ده، وبيكون في 2 مستوى وعلى حسب الأوبشن بتاع العربية بيزيد أو بيقل. جوه الشاشة بتبين لي علامات تحذيرية، وبتبين لي الحاجات اللي أنا مشغلها زي الإضاءة عشان لو ماشي بالنهار أكون واخد بالي. دلوقتي اشتغلت معايا العلامة الزرقاء، ودي بتبقى عبارة عن دايرة قدامها خطوط مستقيمة، وده معناه إنك مشغل النور العالي. أوقات كتير بنستخدم النور العالي في التنبيه للشخص اللي قدامي إن هو ما ينقلش على الحارة بتاعتي. لو عايز أقلب له نور أو أبدأ أحذره ببدأ أستخدم العصاية بالشكل ده. كمان في علامتين صغيرين دول بتوع النور الصغير عشان تبقى عارف برضو ان انت مشغلهم جوه العربية لو ماشي بالنهار. ودلوقتي هنشرح اهم 4 حروف في الفتيس. اول حرف بيكون حرف البي، وبستخدمه في حالة الباركينج. بعد ما بركن العربية وانزل من العربية ببدأ اجيب حرف البي واقفل عربيتي وبنزل. اي استخدام في الحروف دي لازم اكون دايس فرامل تحت. تاني حرف الار، وهو حرف الريفيرس ده اللي بيرجعني لورا. تالت حرف هو حرف ال N، وال N ده وضع فاضي بيفصل الحركة ما بين ال R وال D. وبمعنى أصح يعني هو وضع مؤقت، يعني لو أنا عايز أستخدمه في إشارة أو واقف بتكلم مع حد بس مشغل العربية فمش عايز أجيب حرف ال B، هجيب حرف ال N وأقف مؤقت كده أتكلم معاه براحتي، وبعد كده أتحرك بالعربية بتاعتي أجيبها على D وأتحرك. والحرف الرابع اللي هو حرف الدي، والدي يعني درايف، هتحرك لقدام بالعربية، وهو ناقل سرعات كمان بيزيد السرعة لوحدها من غير ما انت تنقلها مانوال. دلوقتي انا عشان ابدأ اتحرك بالعربية لازم اكون متأكد ان العلامات التحذيرية اللي قدامي في الشاشة كلها مطفية، ميكونش في اي علامة حمراء منورة. فانا دلوقتي عندي علامة منورة شبه الدايرة وجواها علامة استفهام، دي علامة الهاند بريك، فده معناه ان انا ناسي الهاند بريك فلازم انزلها قبل ما اتحرك. طريقة استخدام الهاند بريك سهلة اوي. اهم حاجة اكون متأكد ان انا دايس فرامل تحت وارفع بالشكل ده وادوس على الزرار وانزلها تاني. ولو عايز اسحبها بشغلها، يعني ان انا اسحبها على طول لفوق من غير ما انا ادوس على الزرار. لو تلاحظ كده ان انا لما جبت حرف الدي وسبت فرامل العربية مشيت لوحدها، يبقى انا كده مش محتاج ان انا اودي رجلي على البنزين لو انا في مكان فيه زحمة او فيه عربيات، عشان ابقى فاهم بس ان العربية بتمشي عن طريق ان انا اسيب فرامل بس. دلوقتي هوريك اكتر حاجة بتحصل مع اي شخص لسه بيبدأ، ان هو بيدوس فرامل بشكل سيء جدا بيخلي العربية تقف مرة واحدة. ده عشان انت وصلت من السنة الأولى للسنة الأخيرة في الفرامل، يعني خدتها على طول دايركت الآخر الفرامل، وده غلط جدا. لازم أكون فاهم وأنا بتحكم في الفرامل أو بضغط على الفرامل إن أنا باخدها سنة سنة مش ورا بعض. وفي كل سنة بحس بالعربية إن هي لما بتهدى بثبت عليها، والسنة التانية لو العربية هديت أكتر بثبت، والعربية كده كده هتقف معاك على فترة طويلة. تاني حاجة البنزين، والبنزين حاجة مهمة جدا في العربية. تعالى نتعلم ازاي نعمل تيست لنفسنا على البنزين. أول حاجة هتقف بالعربية وتجيب حرف ال N وتشد هاند بريك، وبالطريقة دي لو استخدمنا بنزين استحالة العربية تتحرك. وعايزك تتأكد إن كعب رجلك قصاد الفرامل مش قصاد البنزين زي ما هو باين معاك في الفيديو، بيكون واخد حرف ال V، وبتتك على البنزين بصوابعك أو بوش رجلك بالظبط
عشان يديك حساسية اتجاه البنزين. دلوقتي هنبص على السكرين هنلاقي ان في عداد على الشمال، ده عداد ال RPM، ده بيعرفك حساسية رجلك على البنزين قد ايه. اهم حاجة انك تكون فاهم ان العداد ده هيعلى معاك في الاول، وده عادي جدا عشان انت لسه اول مرة تستخدم بنزين. وبعد شوية حاول تظبط رجلك ان انت تضغط بالبنزين بدوسة ثابتة تثبت معاك لعند رقم 2، وحاول تجرب الموضوع ده أكتر من مرة لحد ما تبدأ تعلى ببطء، ما تعلاش مرة واحدة. لفة الدركسيون دي من أهم الحاجات اللي لازم تتعلمها في أول يوم ليك في الكورس. طبعا الطريقة الأولى دي كلها غلط، ما ينفعش أستخدم الدركسيون بتاعي بالشكل ده خالص. دلوقتي هنتعلم المسكة الصح للدركسيون وإزاي ألف الدركسيون بتاعي صح. مهم جدا عشان أبقى فاهم، ما ينفعش أحط صباعي الكبير جوه الطارة عشان ما يزودش ستريس عليا وأنا سايق. بخلي دايما صباعي بالشكل ده بره، وببدأ أسحب ناحية الشمال وأبدأ أعمل